هي دي بقى الحلويات اللي بجد حاجة تفتح النفس كده ملهاش حل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله. هاتي بقى شوية بتنجان كده من السوق كتير ورخيص، وتعالي أقولك على الحلاوة اللي شفتيها في أول الفيديو دي تعمليها ازاي بكل سهولة. هقولك كمان بالفيديو ازاي تحفريه للمحشي وتقوريه وتعينيه في الفريزر اللي يقعد معاكي سنة كاملة، عشان اتسألت على الموضوع ده كتير. عايزين نعرف يا ميادة ازاي بتعيني البتنجان في الفريزر. في ناس كتير قوي بعد ما بتقوره وبتنضف قلبه وبتغسله بتحطه في الزيت، تدحرجه كده في الزيت بعد ما تنضف قلبه وتقوره، وبعدين تحطه في اكياس في الفريزر. سيبك بقى من الكلام ده خالص، تعالى اما اقولك على الجديد. انت هتجيبي البتنجان بتاعك اللي هتقوريه عشان تعملي المحشي في الفريزر، هيقعد عندك سنه كامله لو عملتي اللي هقولك عليه ده النهارده. اغسليه الاول كويس جدا جدا وافحري قلبه كده. انا بعمله كده، بفرش كيسه كده على الرخامه عشان يبقى سهل عليا لان البتنجان بيسود لو عملت القلب ده في اي طبق او في اي حاجه او اي صينيه، بيسود بيسيب بقعه سودا. حتى انا بلبس في ايدي جوانتي علشان بيفضل مده كبيره جدا مخلي ايديا سودا. بحفر كل الكميه اللي هتعينيها، تحفريها كويس قوي قوي، ومش هنحطه في الزيت ولا حاجه خالص. سيبك بقى من تخزين الزيت ده. طبعا احنا غسلناه الاول وفحرته كله. القلوب دي طبعا كل ده بيترمى، الحشو ده كله بقى بيترمى خلاص، ما ينفعش يتعان. هتعملي ايه بقى يا ست الكل بعد ما تخلصي الكميه اللي هتعينيها؟ اهو كله اهو تمام ومغسوله زي الفل. ميه مغليه على البوتاجاز، ما فيهاش اي حاجه خالص، تكون بتغلي بس كويس جدا. هنزل فيها كل كميه البتنجان اللي انا قورته اللي هيتعان في الفريزر اللي هيتفرز. تمام بالشكل ده هتنزليه وبالكبشه كده او بالمقصوصه بتاعتك هتقعدي تغطسيه كله بالظبط بالظبط، مش اكتر من دقيقه. مش عايزينه اكتر من دقيقه، لان انت ما تسيبيش الحله وتمشي. لو قعد على في الميه اكتر من دقيقه هتلاقيه يبدا لونه بنفسجي كده شويه. لو قعد اكتر من دقيقه هيتهري. ولو دخل الفريزر وجيت تطلعيه وتيجي تمسكيه عشان تحشيه، شوف انا بعد على ايدي 60 ثانيه. يعني انا عشان كمان ايه ما منساش واتلبخ في اي حاجه تانية في المطبخ، بعد على ايدي 60 ثانيه يغطس في الميه السخنه اللي بتغلي 60 ثانيه. هتلاقي لونه بدأ يتحول يبقى نفسجي. ما تسيبوش لما يبقى لونه بني. لو بدأ لونه يبقى بني هيتهرى منك في الفريزر، وتيجي تطلعيه تحشيه هيت... هيتقطع وهيتخرم وهيبقى مش مظبوط خالص. الطريقة دي هتطلعيه من الفريزر لو بعد سنة، والله 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 كأنك لسه فحراه ولسه جايباه من السوق حالا. وعن تجربة يعني سنين بخزن البتنجان مدة طويلة جدا بالسنين بالشكل ده. واللي دقوا من ايدي عارفين كويس انا بقول ايه. بصي هنزله بقى على ميه من الحنفيه، مش لازم ميه متلجه ولا حاجه عشان ايه السخونيه بتاعته تقف، عشان يبطل تسويه. بيقلب كده لون بنفسجي شويه، هو ده اللي احنا عايزينه. ما تخليهوش يقلب بني عشان لما لسه كمان هيقعد في التلج في الفريزر ما يتهراش. اما تيجي بقى تطلعيه تحطيه في اكياس كده. ممكن ترصيه بالطول وممكن ترصيه بالعرض. انا حطيته في مصفى يتصفى وطلعته من المصفى على اكياس. ممكن كمان تحطي بالعدد في الاكياس الوجبات اللي انت تفضليها. الطريقة دي بجد بجد مفيش احسن منها لتفريز البتنجان. وتحدي يا جماعة والله، اللي بيتقلب في الزيت وبيتعان ده مش بيبقى مظبوط خالص. على كمان يعني بيبقى مدهن كده لما بتيجي تطلعيه. اللي متعود على الطريقة دي هو حر، بس الطريقة بتاعتي دي بجد كأني لسه جايبة البتنجان فريش ومقوراه ولو طلعته بعد سنة. لما باجي اطلعه بقى من الفريزر بقى وهحشيه اعمل ايه؟ طبعا بطلعه واسيبه في مصفى يصفي تلجه ويصفي ميته من بدري. ما بحشيهوش بتلجه خالص، عشان لو جيت افكه بالعافيه من تلجه هيتكسر ويتفتق، بس بيبقى مفتوح كده. لما بتسيبيه يفك تلجه خالص تيجي تبص تلاقيه شايفين زي ما انتم شايفينه فريش كده. بعد سنه من الفريزر بطلعه بيبقى مفتوح نفس الفتحه دي. فطبعا بحشيه الخلطه المحشي بكل سهوله. ودي طريقتي في تخزين البتنجان، جربوها والله هتدعوا لي. تعالي بقى نعمل شويه الحلويات اللي شفتها في اول الفيديو دي. البتنجان بقى الايه المتبل بس مش مدحرج بقى. يعني انا سلقته النهارده، ما رضيتش بقى ادحرجه في الزيت. قلت ايه اوفر زيت شويه وفي نفس الوقت إيه عشان الكوليسترول بقى والحاجات دي نخفف زيوت شويه. فبس بصراحه طلع احلى بكتير قوي من المدحرج. سلقته برضو قعدت بس بالقشره بتاعته، ما شلت القشره بتاعته خالص. لو شلتيها هيسود. ولا جيت جنبه ولا فتحته ولا حاجه، سلقته سليم مقفول كده سليم. وطلعت رصيته في صينيه، سبته بقى يبرد خالص وياخد درجه حراره المكان. وجبت الكبه بتاعتي حطيت فيها معلقه كبيره من التوم، اعمل له بقى الحشوه الخطيره. الحشوه دي ممكن تبدعي فيها بقى براحتك. انا هقول لك على الاساسيات وممكن تحطي اضافات.
حطيت معلقه توم كبيره، معلقه توم، كمون، ملح، قرنين فلفل حامي، معلقه هريسه شطه، معلقه خل، معلقه زيت بس. وحطيت بعد ما طحنتهم قمت جايبه شويه خضره كده من الفريزر، عباره عن شبت وبقدونس وكزبره وكرفس مع بعض كده على بعضهم، وطحنتهم مع بعض في الكبه، وطلع الخليط الجبار ده. انا عملت النهارده شويه صغيرين، بس الخليط ده كمان لو كترت منه شويه وعينتيه في الفريزر هيبقى روعه، تحطيه في اي حاجه، اي حاجه بيتحط، حتى مع الفراخ المشويه بحطه. جبت بقى البتنجانه، بصوا لما برد وجينا نشيل القشره بتاعته هتلاقيها بيضه، الراس بتاعته كده بيضه. لو شيلتي بقى القشره دي وهو سخن هتسود خالص، مش هيبقى شكله حلو وهو بيتاكل. انتوا عارفين دلوقتي لما بتجيبيه من المطعم بتجيبي مثلا القالب اللي هو اللي فيه 3 4 بتنجانات بكام؟ يعني التلات اربع بتنجانات دلوقتي في المطعم ب10 جنيه. فاعملي الكميه الحلوه دي عندك، هو اليومين دول حلو كتير في السوق، خزني بقى للمحشي، واعملي المسلوق المتبل ده، حطيه بقى جنب اي حاجه هيتاكل. فتحته بقى، كل ما افتح كده الاقي القلب بتاعه ابيض زي الفل. حشيت كل الكميه بتاعتي بالخلطه اللي شفتوها اللي عملتها معاكم في الكبه، ولا اروع ولا احلى ولا اطعم من ده جمال. في اي حته، في اي اكل هيتاكل مع اي حاجه، طبق كده جانبي هيتاكل. جربوه هيعجبكم جدا، وجربوا تخزين البتنجان برضو بطريقتي هيعجبكم جدا جدا.